ارجع اقول لك تاني شكرا للنادي الاهلي، اه بس هي كانت صفقه بين الاهلي والزمالك. هكمل لك، بس يعني لما الزمالك جه اه انا قلت النادي الاهلي طالما الموضوع اتعرف انا عايز عقدي خلاص. اه قال لي اوكي تمام، رغم ان هو ما اداهوليش على طول، بس قال لي اوكي. لما قال لي اوكي انا رحت نادي الزمالك خلاص. على فكره عشان ما حدش يقول لك الزمالك اداني اكتر، والله العظيم هو نفس العقد. مم. لا طلبت هنا اعلى لا مش يحسب للنادي ولا الاهلي، هنا اعلى. يحسب للنادي الاهلي ان هو ده التعاقد العقد، يعني ما كان ممكن هرجع اقول يصدر لك ازمه. تاني، هرجع اقول اتفضل. لك تاني شكرا للنادي الاهلي، اه بس هي كانت صفقه بين الاهلي والزمالك. خد بالك اه عشان ما حدش يقول لك انا ما خدتش. بص، انا ما خدتش عقدي على طول، خلينا متفقين. انا ما طلبت عقدي قعدت 6 شهور مم. قبل ما خدت عقدي، وان انا بتحايل على الناس ان انا اخد عقدي. تمام كده؟ هل ده ما يتحسبش للنادي الاهلي؟ شكرا للنادي الاهلي اهو، عشان بس ما تقولش ايه. لكن ما خدتوش بالسهوله، انا خدته في صفقه بين النادي الاهلي والنادي الزمالك، صفقه ايه؟ ان ابراهيم سعيد ما يروحش الزمالك طب ما ولا راح بني ياخد الزمالك، عقده. ما راح ابراهيم سعيد الزمالك. خلاص الزمالك اخلى بالاتفاق، انا مالي، انا بقول لك الحقيقه. انت اكذب عليك؟ شفت الفرق كده؟ لا مش فرق. ليه هو انا برضه لا فرق ايه؟ طب ما هو الاهلي ما ادانيش عادي بالسهوله يا بس بلال. ده اقول بص لا، ما انا هرجع اقول لك في الصفقه. بص باك بص، بقى بعد لا هي في وفي صفقه. حاجه كمان، لا لا هي في انت صفقه. وقلت بص نقطه، بس خلينا انت قلت متفقين. انت قلت نقطه يا كابتن، قلت اداني عقدي قبل ما ارجع مقدم التعاقد، انا رجعت بعد. قلتها قبل كده لا قلت والله ازاي؟ اقسم بالله لا. يعني انت رجعت الاول. مين ده بقى؟ ده وائل أباني نجم الزمالك في بداية الألفينات، كان بيلعب زي ليبرو كده. ايه اللي حصل مع وائل الأباني عشان الناس اللي ما حضرتش القصه، احنا عشان انا حضرتها وعارفها. وائل الأباني كان زي ما انتوا شفتوا كده، الاهلي ماضى معاه، بعد كده اتصالح مع الزمالك، قال الاهلي عايز العقد بتاعي، الاهلي اداله العقد. حسب كلامه كان في صفقه بين الاهلي والزمالك ان هرجعكم الأباني، بس ابراهيم سعيد لو مشي من الاهلي ما يروحش الزمالك. الزمالك خلف بوعده. ده كلام مين؟ وائل الأباني. مين وائل الأباني ده يا جماعه؟ كان بيلعب في نادي الزمالك مش في نادي الاهلي. تمام. ده غير بقى السنه دي لما الاهلي كان متفق مع الزمالك على المباراه اللي الاهلي انسحب فيها عشان مش هننزل غير لما نجيب حكام اجانب، والزمالك خلف بوعده ومشي ورا بيراميدز. ده غير كمان مجلس اداره نادي الزمالك يقول لك انا عايز اروح اجيب لعيب من الاهلي، عايز اروح اجيب لعيب من الاهلي، لغايه لما الاهلي فعلا جاب لعيب من الزمالك اللي هو نجم الجيل بتاعه، هو زيزو. مين ده بقى؟ وائل الاباني. والله وائل الاباني هو طول عمره الزمالك كده بيخلف بوعد.